باع الجزائر لفرنسا مقابل بعض المناطق مثل معسكر والمديا. دار معاهده مع بيجو، باع له الجيري، باعها له التريتي دو لا طافنا، قال له لو نور سنيا لا طافنا يمد الجيري لفرنسا. إن الأمير عبد القادر وأبنائه وأحفاده حتى اليوم يتقاضون إعانات مالية من الدولة الفرنسية منذ عهد نابليون الثالث. الأمير عبد القادر الجزائري مؤسسا للدولة الجزائرية الحديثة، يحظى بمكانة مرموقة على المستوى الشعبي والرسمي وحتى الدولي. التشكيك في مكانته قد يخلق ضجة كبيرة، فيما بالك أن يتم اتهامه بالعمالة والتعاون مع فرنسا. هذا ما يهز المنصات الجزائرية بجدل غير مسبوق. الجدل فجره النائب السابق في البرلمان وهو نور الدين آيت حمودة، وهو لم يكن مجرد نائب فقط، بل هو نجل أحد أشهر قادة الثورة في الخمسينيات العقيد عميروش. آيت حمودة قال إن الأمير بإمضائه لمعاهدة التفنة باع الجزائر لفرنسا مقابل بعض المناطق مثل معسكر والمديا. عبد القادر أمير المؤمنين، تسلم روحك لبيجو شوية قبيحة. المعاهدة مع بيجو؟ إيه، دار معاهدة مع بيجو، باع له الجيري، باعها له التريتي دو لا طافنا، قال له للنور وللناس الأمير عبد القادر سنيا لا طافنا يمد الجيري لفرنسا. كريم بالقاسم سنيا في إيفيون نحى الجيري لفرنسا. أن الأمير عبد القادر وأبنائه وأحفاده حتى اليوم يتقاضون إعانات مالية من الدولة الفرنسية منذ عهد نابليون الثالث. فرنسا دارت ليزالوكاسيون الأمير عبد القادر ليومنا هذا، ولاده إلى الآن إلى الأبد. En 1912 سي خالد بن هاشمي اوفيسي اون الجيري، كان اوفيسي لارمي الفرنسيز، ياخذ 1999 فرنك. خالد الامير خالد حفيد الامير عبد القادر. نعم. ابو الرحمن 3550 حتى نسى. تصريحات في الحقيقة وصلت إلى حد التخوين، وهي الكلمة التي لم يتلفظ بها الضيف نفسه، لكن الصحفي حناشي هابد صاحب قناة الحياة هو من استنتجها بقوله: أنت حكمت عليه بالخيانة، بينما يرد الضيف عليه بأنه لا يقول عن الأمير خائنا، بل الوقائع التاريخية هي التي تثبت ذلك.